مساء الخير متابعيني، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير وصحة وعافية. مثل ما تشوفون دا أتبل الدجاج. طبعا هاي هنا بالليل أتبلها وأضمها بالثلاجة على مود الصبح أشويها. هنا ضفت كل البهارات اللي عندي، 7 بهار، بصل مطحون، ثوم مطحون، شوك بهار عندي شو تضيفيها، وخلطتهم كلهم سوا، وخلطت وياهم الملح. انه الدجاجة على اساس انه احشيها بس انه تاخذ بالخل، فقسمتها بالنص وشويتها. هنا راح اضيف لها الخل البدوي، هذا سعر 1000 دينار الخل. درته كلية الخل واغلفها بالنايلون واحطها بالثلاجة. هنا غلفتها بالنايلون وراح اضمها بالثلاجة لثاني يوم اطبخها. هنا ثاني يوم الصبح الساعة 11 بديت أحضر مواد البرياني على مود أسوي بصل وبوتيتا وشعرية وكشمش وبزالية بيها جزر. فهنا ابني طلب مني زردة، فقلت له أوكي راح أسوي لك. يقول لي ماما كلش مشتهي أريد زردة، قلت له تمام راح أسوي لك. نقعت له هنا تمن عنبر تقريبا قلاص ونص، وقلت بين ما أحضر البرياني التمن ينقع. فهنا بديت أحمس البوتيتا واحمس البصل والشعرية، وبعدين اخلطهم كلهم سوا واضيف المي واخلي التمن يتهدر. هنا انا دا اسوي الخضرة احضرها. ارحب بكل متابعين الجدد واقول لهم اهلا وسهلا بكم بالقناة، واشكركم على كل تعليقاتكم الحلوة حبايبي. اغسل الخضرة بالملح، اضيف لها ملح واغسلها كل زين على مود تكون كلش نظيفة. هنا التمن العنبر نقع عندي، راح اصفيه من المي. هنا أنا أهرس التمن، طبعا ما فات بالمهراسة إنه سويته بإيدي. على مود التمن يتكسر أكثر، وأني ورا ما يفور التمن وتثخن أهرسها بالخلاط. هنا المي دا يفور، فراح أضيف له التمن. هنا ثخنت عندي وضفت لها صبغ اللوزينة. هنا ابني يقول بس اني اكلها، لان كلش يعني يحب الزردة. هو اصلا انا ما كان ببالي انه اسوي زردة، بس على موده بدا يقول ما انطيكم الي كلها هاي. ضفت ملعقة زبد وضفت لها حليب، صار طعمها كلش طيب. وطحنت هيل راح اضيف لها، بس سواليها يعني شلون هاي كلها بيها اسود، بس هو من الهيل يعني صارت بيها كلها نقط سود بسبب الهيل. هذا الهيل ضفته لان طحنته. هنا خلطتها بالخلاط صارت يعني بيها نقاط مال الهيل لان طحنت الهيل. كملتها وضفت لها الدارسين. طبعا استوى الغداء، ونص دجاجة اتغدى بيها زوجي والنص الثاني اني والاطفال. فيادوب انه لحقت اصور لكم ماها لان بدوا يتغدون ونسيت اصور، فالجنح هنا طار. هنا قبل يوم انه جبت ذني الشغلات من الكوزمتيك، انه على مود اصبغ شعري. والاصباغ اللي استخدمتها هاي جبت الكاب والسنارة، هذا استعمال واحد. وجبت العصارة الخضراء اللي بعد القصر انه رأسا اخليها على الخصل اللي صبغتهن او اللي قصرتهن العفو.
وهنا أكسجين رقم 40. هو يعني هذا يعني كلش قوي على الشعر، يعني مو زين، بس أنا كم خصلة أخذت من شعري وسويته. فهنا بلوندر. البلوندر إذا مكيالة تحطون مكيالتين أكسجين، يعني ضعف الكمية. فهنا درت أكسجين رقم 40 وأكسجين رقم 30. أنا ما ردت هاي النوعية الصفراء، بس ما عنده كان النوعية اللي أريدها رقم 40، بس هاي النوعية. فهنا خلطتهم وطلعت بالسنارة كم خصلة اللي أريد أصبغهم، وخليتهم على شعري وتقريبا 40 دقيقة. وإذا شفت اللون ما أخذ عندكم تشغلون الشسوار وتخلون الشسوار على شعركم، أنتم مخلين كيس نايلون. فتضيفون سيروم للخلطة. هنا بعد ما أخذ شعركم تغسلوه كل زين، وتجيبون العصارة الخضراء، هي أكو تقريبا سعرها ب2.5، وتخلوها بس تغسلوه بأثناء الغسل، تخلون العصارة الخضراء على مود ياخذ يصير أشقر بلاتيني على خضار. بعدين صبغت شعري كله، جبت رمادي غامق جدا، فأضفت له أكسجين 20 وقسم 30، يعني نص بنص، على مود ما يطلع لون كلش يعني فاتح. وضفت له أيضا عصارة أشقر رمادي فاتح ويا الغامق، طلع اللون كلش حلو. يعني طلعت القاعدة مالته على لون خشبي، والخصل ينطن على خضار خفيف كلش، يعني صار اللون كلش حلو. وضفت أيضا للخلطة مال الصبغ معجون أسنان، يقولون ما أعرف يثبت مو يثبت اللون، وإنما يطلع اللون أو هيك شي، يعني ما أعرف، أنا أول مرة أجربها فجربتها. هذه ضفت معجون أسنان. طبعا أنا أول مرة أضيف معجون أسنان خلطة الصبغ، بس أنا ما جربته من قبل، لأن أنا دائما أصبغ شعري بالبيت ويطلع اللون اللي أريده، لأن دائما الشعر الطويل بالصالونات ياخذون عليه يعني مبلغ كلش غالي. فبالبيت أول شي يكون أنسب وأرخص، وتصبغين اللون اللي تريدينه إذا كنت تعرفين طبعا بالصبغ. هنا ضفت سيروم، وأضيف بديل الزيت همين للخلطة على مود الشعر يعني ما يكون خشن. بس هاي عصارة الصبغ يعني كنت قبل أني أستخدمها كل زينة، وتسوي الشعر يعني من أصبغ بشعري يطلع كلش ناعم، بس هالمرة لا، يمكن يعني غشوها هم، فيعني ما أنصح بعد تجيبوا من هاي العصارة تستخدموها. يعني أكو هاي عصارة صبغ أحسن من عندها، يعني هالمرة إن استخدمتها يعني مو مثل كل مرة النتيجة مالتها إنه الشعر ناعم يطلع من أصبغ بهاي النوعية من العصارة. تقريبا أترك الصبغ ربع ساعة اللي أخليه على شعري، يعني أكثر شي خليته على شعري 40 دقيقة خليته على شعري على مود ياخذ اللون اللي أريده. أول شي أصبغ الأطراف، بعدين الجذور، آخر شي الجذور، يعني الجذور تاخذ بسرعة اللون. فإذا أول شي أخليه على الجذور راح يصير لون شكل، والأطراف لون شكل، يعني الأطراف دائما تاخذ يعني ما تاخذ اللون رأسا عكس الجذور. أنا دائما ورا ما أصبغ شعري أعالجه، أظل فترة أعالجه على مود ما يصير تساقط، أو الصبغ يتعب الشعراية أو تتقرطف الشعراية ويصير بيها تقصف. هنا مثل ما تشوفون طلع اللون بهذا الشكل، وأني سويت الخصل متباعدة وأخذت كم خصلة بس من شعري على مود ما يتعب بالقصر. هنا أنا أستخدم هاي الخلطة مال الزيوت اللي هو زيت النيم وزيت الجوجوبا وزيت الثوم. أنا كنت يعني أنا منزل فيديوهات هواية كلش بخصوص خلطات الشعر والأعشاب اللي أستخدمها، بس هاي الخلطة حاليا يعني أنا استخدمتها. أول شي زيت النيم أنا أول مرة استخدمه، كل زين للشعر وينعم الشعر، فخلطت هاي الزيوت وصورتها لكم طبعا. وكل الزينة بنات تقدرون تخلوها بالليل والصبح تغسلوها، أو تخلوها 5 ساعات بشعركم وتجيب كلش نتيجة حلوة، والشعر ناعم، خصوصا إذا كان شعرش مصبوغ. وأيضا أستخدم أبر لتقوية بويصلات الشعر، أكو هواي أنواع، بس كويلة تستخدموها لين ما بها أي نتيجة. أكو هواي أنواع أبر، هم أنا منزلتها بالقناة فيديوهات سابقة عندي نزلتها،
وإن شاء الله هم أنزل لكم الأوبرة اللي دا استخدمها الشعري. هي أوبرة ورا ما تغسلين تنشفين شعرك مو بالشسوار، بالمنشفة، وتخليها بشعرك وتدلكيه بأصابعك. هاي ورا الخلطة. أنا ورا ما أخلي الخلطة مال الزيوت وأغسل شعري أخلي هاي الأوبرة. وبنات يعني صدق قل التساقط عندي، الشعر ناعم حتى لو صابغته إنه شعرك يبقى ناعم وسرح. وكلش استفاديت من هاي الخلطة فحبيت أشاركها وياكم، وإذا أكو بنات يعني ممكن إنه يستفادون من عندها. حبايبي هنا يكون خلص فيديونا اليوم، واترككم في حفظ الرحمن، مع ألف سلامة.